السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميس هناء. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وبصحة. النهاردة هنبتدي منهج تالتة ابتدائي اللي هو كونكت. مش كونكت بلس. كونكت بلس بتاع اللغات، ده كونكت بتاع الحكومة. زي ما انتم شايفين انا استخدمت كتاب الاضواء اللي هو جيم. الكتاب ده سعره تقريبا 53 جنيه. الكتاب جميل جدا وشيق جدا، وفي صور تجذب الاطفال واللي في السن ده، وفي تمارين حلوه جدا جدا. فعشان كده هو يعني زياده عن الكتب التانية تقريبا ب10 جنيه تقريبا. بس صدقوني هتستفادوا جدا جدا من الكتاب ده. والكتاب ده كمان معاه كتاب صغير للتدريبات، يعني كتاب معاه للتدريبات جميل جدا اهو. بيبقى معاه كتاب للتدريبات اهو، ده للتدريبات، وفي حاجات جميله جدا، وفي طبعا الطفل يتمرن على كل درس بياخده. ودلوقتي هنبدا نشوف الكتاب من جوه اهو. زي ما انتم شايفين منهج المقرر عليكم السنه دي 6 يونت، يعني 6 وحدات. اليونت منهم بيكون من 6 دروس او 7 دروس. وهندخل على طول دلوقتي على ليسون 1 في اليونت الاولاني. ده طبعا مراجعات، اللي انتوا شايفينه ده مراجعات على اللي انتوا خدتوه في سنه تانية اهو. ده مراجعات على اللي انتوا خدتوه في سنه تانية. كل ده طبعا الكلمات اللي اخدتوها في سنه تانية المفروض تبقوا متدربين عليها. هنا اليونت الاولاني اهو زي ما انتوا شايفين. احنا هنبتدي من هنا من صفحه 30 او صفحه 30. طبعا انتوا عارفين الشخصيات اللي اشتغلتوا بيها قبل كده، اللي هي هاني وهنا ويوسف واميره ميس منى بيزي بي، اللي هي النحله النشيطه او النحله الشقيه. هنا اهوت هندخل هنا كده. الوحده الاولى هنا اللي هو الدرس الاولاني بيتكلم عن ايه؟ who am I، يعني من اكون. who am I. انا طبعا متعوده عامه يعني ان انا اقرا كلمه كلمه. طبعا هنا اهوت الدبليو لا تنطق سايلنت، لا تنطق، بتنطق الاتش ها، وتدخل على الاو تبقى هو. يبقى انت نطقت الاتش مع الاو هو، وسبت الايه الدبليو لانها سايلنت لا تنطق. هو يعني من. ام اهي ايه الحركه بتاعت الايه، ام اي، مش محتاجه يعني. هو ام اي يعني من اكون. الوحده دي زي ما انتم شايفين بيتعرفوا على بعض، بيتعرف على شخصيات، بيتعرف على الانشطه بتاعته، بيتعرف على يعني احساسه او مشاعره. الوحده دي كلها بتتكلم عن كده. زي ما انتم كده شايفين يونت 1 اهو. اي دي اهي انا كاتباها لكم ايه، اي دي اف وراها دبل اي ال. الاف الحركه بتاعتها في، نكسر بقى عشان دي اي في، وندخل على ال فيل. اي فيل. الاتش تنطق ها، ندخل على الاي عشان نفتحها ها، ندخل على البي ندوس على البي كده هاب، والواي تنطق يا تبقى هابي. هابي I feel happy. هكتبها لكم هنا. feel يعني أشعر. feel يعني أشعر، يعني أنا أشعر happy بالسعادة. يبقى هنا سوري، المفروض أكتب لكم happy أهي، happy أهي. يبقى I feel happy، أنا أشعر بالسعادة. طيب هنا كده أهو شايفين هنا اهوت مديكوا اوجه، وانت هتعمل على اساس الكلمه اللي موجوده. هترسم على الايه اساسها. بيقول لك read and draw، يعني اقرا وارسم. طب هنا دي كلمه ايه؟ يلا الاتش تنطق ها، ندخل على الايه ها، وندخل على البي الواي تنطق يا happy. يبقى happy يعني ايه؟ يعني سعيد او فرحان. البنت اللي قدامنا فرحانه، يبقى نعمل وجه فرحان. نعمل مثلا بابسط الاشياء، انا ما بقولش مش طالبه رسم خرافي يعني. اهي يعني اهي، يعني كده ايه اهي كانها بتضحك اهي happy اهي. طيب هنا الوجه هنا ايه اهو، الاتش تنطق ها، ندخل على الان هن، وندخل على الجي تنطق ج هنج، والار والواي ري هانجري. هانجري يعني جوعان. يبقى هو مثلا زعلان كده ها، وادي عينيه وادي مناخيره، وبيحلم بمثلا ببيتزا مثلا، يعني بيحلم بحاجه ياكلها. يبقى هو ايه
hungry hungry. هنا هو الاس مع الاي مع الدي، حركة الاس س، ندخل على الاي مع الدي sad sad يعني حزين، sad يعني حزين. برضو الايه نعمل عينيه هنا كده، نعمل لهم حواجب يعني مش معقولة يعني ايه اهو، وادي اهو. لو هو حزين طبعا هيبقى ايه قالب بقه كده برضو كده حزين، يبقى ايه sad. طب دي اهو التي مع الاتش تنطق ثاء، وندخل على الار ثيرست، ندخل على الاس ثيرست، والواي تنطق ياء ثيرستي. ثيرستي يعني عطشان، اسمها ايه ثيرستي. زي كده زي الثاء كده اللي عندنا ام 3 نقط ننطقها ثيرستي. الحرفين دول التي مع الاتش ينطق ثاء ثيرستي عطشان. هنعمل مثلا ادي العينين او عطشانه، نعمل مثلا انه مطلع لسانه كده عشان عطشان، اوكي يبقى هنا ايه او مطلع لسانها يبقى ايه thirsty عطشان. هنا هندخل يا ولاد على lesson 1، هو ده اول درس. طيب هنقرا القراءه اهم حاجه، اللي ما بيعرفش يقرا انا معاكم ما تخافوش وما تقلقوش، ماما ممكن تساعدكم تبقى قاعده معانا وتساعد. طيب هنا حرف الايه اي، برافو عليك، وده حرف الاف، وده دبل اي، وده ال. طب يلا اي يعني انا، اي يعني انا. الاف حركتها ف وندخل على الاي، نكسرها قوي عشان فيها 2 اي في، وندخل على ال فيل. اي فيل يعني انا اشعر، اي فيل. انا عايزه اكتبها لكم اهو، هكتب لكم فيل اهي ف ي ل اي، يا رب تكون باينه. اي فيل، الاتش تنطق هاء، ندخل على الاي زي ما قلت لكم ها، وندخل على البي هابي، والواي تنطق ياء هابي. يبقى اي فيل هابي يعني بسعاده، يبقى انا اشعر بسعاده. اقرا دي معايا كده، التي مع الاو تنطق ايه ها، ادخل مع التي مع الاو تو، ندخل على الدي تود، وندخل على ال اللي وراها توداي، والواي تنطق ياء تبقى توداي. I feel happy today، أنا أشعر بسعادة اليوم، أنا أشعر بسعادة إيه اليوم. طب هكتب لكم happy برضو أهي today. انتوا بقى حاولوا تكبروا الصفحة على أساس إن تعرفوا إيه الكتابة اللي بالعربي دي للي ما بيعرفش، لكن اللي بيعرف مفيش مشكلة خالص ما يبصش اللي أنا عاملاه من فوق. طب الاتش تنطق هاء، الأو مع الدبليو هاو هاو، الدي مع الاو دو، الواي مع الاو مع اليو يو، الواي تنطق ياء يو، الاف دبل اي مع ال زي دي فيل، ودي كلمة هنا. يلا كده هاو دو يو فيل هنا. هاو يعني كيف، هاو يعني كيف، دي أداة من أدوات الاستفهام اسمها ايه هاو اهي اهي ها واو ها ألف اهي ألف واو هاو دو اهي اليو اهي هاو دو يو فيل اهي. يبقى اهي تجيبها من ورا لقدام، هاو دو يو فيل هنا، كيف تشعرين يا هنا، حاسه بايه؟ راحت هنا رده اي فيل، قريناها قبل كده ومش هكتبها لكم. الاي مع الاكس اكس، والسي وراها اكساي، الاي اهي اي اكساي، ندخل على التي والاي والدي excited excited I feel excited. انا اشعر excited يعني بالحماس، انا حاسه ان انا متحمسه I feel excited، يبقى excited ايه يعني بالحماس. طيب انا اشعر بالحماس. هنا بقى الدي مع الاي مع الدي دبل دي واي تبقى دادي 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 يعني ابي. is السي تنطق ك مع الاو كا، ندخل على الام come الاي ان جي coming coming home، يبقى daddy is coming home soon. daddy is coming home soon يعني daddy يعني ابي، is يعني يكون، coming جاي، home للمنزل، soon يعني قريبا. يبقى هنا هكتبها لكم daddy اهي daddy is
يعني انا مش عايزه اكتب اس بس هكتبها برضو عشان انتوا برضو. coming اهي، coming القلم اهي، كاف ميم نون جيم. coming home اهي، home يعني المنزل، home soon يعني قريبا، soon هكتبها لكم هنا soon اهي. daddy is coming home soon يعني قريبا. هنا بقى الاتش مع الاو مع الدبليو، ها والاتش تنطق ها، ندخل على الاو هاو. الدي مع الاو دو. الواي مع الاو مع اليو، الواي تنطق يا يو. فيل خدناها قبل كده، how do you feel، how do you feel كيف تشعرين، يعني او بماذا تشعرين، حاسه بايه. بس بيتكلم يوسف، يبقى how do you feel يوسف، يعني بماذا تشعر يا يوسف. مين اللي بتسأله؟ هنا. هنا بتسأل يوسف، يوسف هيرد، يبقى how do you feel، how do you feel يوسف. اوكي. يوسف بقى هيقول ايه؟ الاي مع التي مع الابوستروف اس دي اسمها اتس. اتس هكتبها لك هنا او هكتبها لك اهي، اتس هوت. الاتش تنطق ها مع الاو ها، وندخل على التي هوت، يعني أنا الجو حار، او يعني انه حار، اللي على الجو يعني او الطقس. اتس هوت اهي. انا بحاول اسهل على الامهات اللي ما خدتش فرصتها في قراءه في الانجليش او في تعليم الانجليزيه، يبقى سهل عليهم ان هم يقراوا لاولادهم من غير ما يحتاجوا لدرس لبره. I feel التي مع الاتش ثاء، وندخل على الار ثيرس، ندخل على الاس مع التي مع الواي ثيرستي. ثيرستي I feel يعني انا اشعر، وكتبتها لكم قبل كده وكتبتها لكم فوق. I feel thirsty يعني انا اشعر بالعطش، يبقى thirsty يعني العطش. هكتبها لكم هنا بتتنطق ازاي. thirsty اهي، thirsty اشعر بالعطش. نقول سين، معلش thirsty دي سين، ماشي. طيب هنا نقرأ هنا الام مع الاي تبقى مي. الام حركة الام مع الاي مي. التي دبل او تو. مي تو يعني وانا ايضا. مي تو وانا ايضا. مين اللي قالت كده؟ اميرة قالت مي تو وانا ايضا. يبقى انت عشان تقول انا كمان تقول مي تو. الاي مع الان مع الدي، حركة الاي ندخل على الان and يعني و. I feel الاتش مع اليو مع الان، ندخل من الاتش على الان على طول. هن والجي هنا تنطق جيم، يبقى هنج. ندخل على الار ووراها الواي اللي هي تنطق يا، يبقى ري، يبقى هانجري. يبقى ايه قالت ايه؟ اميرة قالت ايه؟ مي تو وانا ايضا. and I feel hungry يعني جوعان. and I feel hungry اهي. خلاص بقى نقرا اللي مع الاي مع التي مع الاس ليتس. الجي مع الاو جو. التي مع الاو تو. التي مع الاتش احيانا بتنطق ثاء اللي هي عليها 3 نقط الثاء، واحيانا بتنطق ذال، فاحنا هنا في الوضع ده بتنطق ذال. يبقى هنا ذا. الكي ندخل على التي، الاي بتكسر شويه كت. ندخل على السي مع الاتش بتتنطق تش. السي مع الاتش بتنطق تشي، يبقى كيتشي. ندخل على الاي مع الان ان، يبقى كيتشن. يعني هنا يعني ايه الحته دي؟ ليتس يلا بينا كده او دعنا جو نذهب تو ذا كيتشن يعني الى المطبخ. يبقى هنا هكتب لكم بس كلمه كيتشن عشان الكلمات اللي قبل كده سهله. اللي مش شايف يكبر هيبص يلاقي الكلمه واضحه. ليتس انا طبعا عشان مش واخده راحتي قوي فخطي معلش مش مظبوط، لكن وكمان بكتب هنا علشان كده خطي مش مظبوط قوي، بس انا بعمله بالنسخ جدا علشان يبان لكم الحرف واضح كويس. يبقى هنا let's go to the kitchen. to to
الاتش تنطق ها، ندخل على الاي على الفي هاف، والاي الاخيره لا تنطق هاف، يبقى هنا تو هاف. الاس مع الاو مع الام مع الاي سم، سم. التي مع الاتش ساء، تنطق ساء هنا، وبعدين الاي ان جي، يبقى something something to eat. يعني ايه؟ let's go يعني يلا بنا، هيا بنا. to the kitchen نروح المطبخ، نذهب الى ايه؟ هلا go يعني نذهب to the kitchen الى المطبخ to have something to eat علشان نتناول شيء ايه ناكله. هكتب لكم الكلمه الطويله دي اهي something اهي something. خلاص كده واضحه. to eat يعني للاكل. اوكي معلش يا جماعه التي مع الاتش هنا تنطق ساء اهي اهي، يبقى something اهي to eat. هندخل على اللي بعده. هنا مديني طبعا المشاعر، يعني اي حد بيحس بحاجه، يعني في واحد بيحس انه جعان، في واحد بيحس انه مبسوط، في واحد بيحس انه تعبان، في واحد بيحس انه عطشان. فدي الفيلينجز بتاعتنا، يعني المشاعر بتاعتنا. طيب هنا اهي اول حاجه ده مبسوط اهو، احنا شايفين انه مبسوط، يبقى ايه؟ الاتش تنطق هاء مع الايه مع البي بي واي تبقى هابي. هابي هنقول هابي. ده تعبان، باين عليه عامل مجهود وتعبان جدا، يبقى ده ايه؟ تي اي ار اي دي. يلا بالراحه كده. tired 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 يعني تعبان او متعب. طب ده زعلان، في حاجه مزعلاه، يبقى ايه؟ حزين. حزين يعني ايه؟ الاس مع الايه مع دي سهله جدا sad sad. طيب تعالوا هنا ده ايه؟ مبسوط او متحمس، او هو متحمس. طيب الاي مع الاكس اكس. نخش على السي عشان وراها اي نتنطق سي، فهنا اكساي. وندخل على التي اي دي excited. excited يعني متحمس، excited يعني متحمس. تعالوا هنا بقى الولد ده غضبان بقى، في حاجه مزعله جدا. تعالوا نشوفه اهو صورته اهي، يبقى تعالوا نقراها. الاي مع الان ان، والجي تنطق جا، وندخل على الار واي انجري. انجري يعني غضبان، انجري يعني غضبان. طيب هنا كده الولد ده عطشان اهو، بيحلم بكوبايه ميه. طب التي مع الاتش ثاء تبقى تنطق ثاء، ندخل على الار ثيري، وندخل على الاس ثيرستي. ثيرستي ثيرستي يعني عطشان. والجوعان اسمه ايه؟ ده جوعان اهو، بيحلم بالايه؟ الجعان بيحلم بالعيش زي ما بيقولوا اهو. يبقى هنا ايه؟ اتش يو ان جي ار واي. هنا اليو مش هتبان في النطق، هنا هننطق الاتش مع، هننطق وراها الان على طول، اليو مش باينه. هانجري 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 يعني جوعان. هكتبها لكم يا ولاد هنا اهوت اهو. تايرد اهي تايرد عشان ماما تحفظ ويبقى الكلمه مكتوبه قدامها. هابي اهي. excited اهي. انا هنا واخده راحتي شويه في الكتابه. sad اهي. hungry angry اهي كاتباها لكم اهي. thirsty اهي. ودي feelings اهي. انا بحاول اكتب بالنسخه قوي علشان ما يبقاش صعب عليكم. feelings يعني المشاعر. كله واضح كده؟ ده يا جماعه لازم نحفظه ونكتبه بطول الصفحه، وماما تمليه لنا، ولازم ماما تتعلم معانا. لو ماما ما بتعرفش عادي جدا ممكن تتعلم معاكم. والله لو حد عنده ايه كام سنه ممكن يتعلم كده يا جماعه بسرعه كده. دي كلمه thirsty يعني عطشان. thirsty يعني عطشان اهي. نمبر 1 هتحط ارقام، ده اكتيفيتي، ده نشاط هتعمله. يبقى هنا اول واحده نمبر 1 هنعملها هنا. طب دي كلمه ايه؟ happy. happy يعني سعيد. فين الفرحان هنا؟ فين ده؟ لا هو ده happy، يبقى ده نمبر 2 كده. نعمل كده ماشي. طب ده tired. tired يعني تعبان. فين تعبان؟ هنا هو ده التعبان tired، يبقى نمبر 3 هنا.
طبعا الحاجات دي انتوا بقى تعملوها، هعديها لكم اتش دبليو، يعني واجب تعملوه، تقروا تشوفوا التعبير ايه وتعملوا وتختاروا الكلمة. وطبعا يا جماعة عايزاكم تحفظوا الكلمات دي وتكتبوها بطول الصفحة، ده الهوم ورك بتاعكم كمان. وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.